أبو هريرة رضي الله عنه كان بطلا بطريقته، فرغم تأخره لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحبه 4 سنوات، إلا أنه كان من أكثر رواة الحديث. وحينما سئل عن المهاجرين والأنصار لماذا لم يرووا كما روى هو، فقال كانوا منشغلين بتجارتهم ومنشغلين بأراضيهم، أما أنا فكنت ملتزما مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني كناية عن الفقر. ولم أكن أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولم يكن لي خادما. ورغم الروايات التي رواها قال سمعت وعاءين من الرسول، وعاء قد بثثته لكم، ووعاء لو سمعتموه مني لقطعتم رقبتي. وحينما قالت له مرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها إنك تروي أحاديث لم أسمعها من الرسول، قال يا أماه إنك